سعد هيمشي سعد ويحاول يكمل معاه على طول بوبا. كمل سعد كمل سعد وشاط من بعيد. سعد سمير سعد يحيى سعد هدف في الدقيقة 15. سعد سمير كمل هو وفاجئ الجميع والكرة زاحفة خدعت محمد فتحي، وسعد سمير في الدقيقة 15 يفك الاشتباك وتقدم للنادي الأهلي 1-0. وبنك الدوري وبنك الهدافين يحمل الهدف رقم 442 باسم سعد سمير. كمل بقول ورايح اهو لحسام البدري يشكره يهنيه. وادي سعد ارضيه عملت كده دريبل في الارض خدعت فتحي ودخلت جول. ادي سعد من ورا ومكمل. الراجل قال لك بقى مفيش فايده، راح شاط ومحمد فتحي نازل متاخر وهدف اول للنادي الاهلي. كالعاده حجازي طالع سعد سمير وعبد الله وليد اللي لعبها جول يا ولد يا مخادع يا وليد يا سليمان. جول حلوه هدف جميل وليد سليمان في الدقيقة 25. الدقيقة 25 واحدة كده كلنا خدعنا رقصنا كده كلنا وليد سليمان زي ما رقص دفاع نادي الداخلية والحارس محمد فتحي. كل الدنيا بتقول عبد الله، وجه وليد عملها ولفها بالقدم اليسرى في الزاوية اليمنى العلوية. يا ولد هدف تاني وليد سليمان، امضاء وليد سليمان. هو دي الاهداف الصعبه بتاعت وليد القدم اليسرى. فين بقى الكرات دي؟ ياما بنشوفها في الاهداف العالميه والنجوم الكبار، مش عايزين نقول مين ومين بيحطوها بالشكل. والاهلي كان ليه ركنيه وحيده في الشوط الاول. تاني كره بتتلعب على طول باصه والتانيه ميدو جابر عرضيه وبالراس جول كوليبالي جاب جول. كوليبالي الراجل قال لكم انا عايز اقول انا اهو كوليبالي جاب جول. كوليبالي ورايح الراجل على طول يعمل كده حركاته ورايح لمين؟ رايح لحسام البدري. اللقطه ايه؟ رايح لحسام البدري بيقول له راهنت عليا وكسبت. كوليبالي وهدف جميل. ميدو جابر عرضيه والراجل حاططها صاروخ براسه على يمين الحارس. الهدف الثالث يا كوليبالي هدف جميل للنادي الاهلي وثلاثيه نظيفه. هدف ملعوب حلوه. الراجل بيقول لهم سيبوني هروح للبدري. راح للبدري قال له انا موجود. الدقيقه 34 عبد الله السعيد واحده طويله لصبري عرضيه جول يا راجل يا كوليبالي هدف رابع للنادي الاهلي. شوف الراجل بيقول انا اهو يا جماعه الثقه مطلوبه. الدقيقه 92 كوليبالي الهدف الرابع للنادي الاهلي. لا يا بدر مخبي كوليبالي في الوقت المناسب ولا ايه؟